يا جماعه، هو ميعاد التمرين فعلا بيفرق؟ يعني لو اتمرنت الصبح على الريق زي ما انا بتمرن بالليل، وهل ده هيغير النتائج اللي هشوفها على جسمي؟ في جدل وفي كلام كتير بيتقال على الموضوع دوت. ان انا العب كارديو الصبح، لا هخلي الحديد بالليل، لا التمرين الصبح بيظبط لي مودي وببقى احسن. بس الحقيقه ورا الموضوع دوت ان النهارده هجاوب بالدراسات والابحاث اللي اتعملت في الموضوع ده بالذات. الدراسة الأولى عملوا تجربة على 56 شخص، رجالة وسيدات، قسموهم مجموعتين. المجموعة اتمرنت من 6 ل 8 الصبح، مجموعة تانية اتمرنت من 6 ونص ل 8 ونص بالليل. الاتنين لعبوا نفس التمارين، مقاومة وكارديو وسبرنتات واسترتشات، 4 أيام في الأسبوع لمدة 12 أسبوع. والنتائج، السيدات اللي لعبوا الصبح حرقوا دهون أكتر وبنوا عضلات في اللور بادي. طب السيدات اللي لعبوا بالليل، العضل بتاعهم زاد في الاور بادي. والرجاله هنا اللي لعبوا الصبح فقدوا دهون اكتر، والرجاله اللي لعبوا بالليل بنوا كتله عضليه اكبر تقريبا، يعني ضعف. نيجي بقى للدراسه الثانيه. الدراسه الثانيه جابوا 42 شخص، طبقوا عليهم نفس الظروف بالظبط، بس المره دي ركزوا على 7 مؤشرات: القوه والتحمل والاداء، الهرمونات والكتله العضليه، والسكر في الدم. طب والنتائج بتاعتها وصلت لايه؟ يجي بقى في اللي لعب اول 12 اسبوع، اللي لعبوا بالليل ادائهم والكتله العضليه زادت الضعف تقريبا. لكن اللي لعب 24 اسبوع اللي هو تقريبا 6 شهور، المجموعتين وصلوا بالظبط لنفس النتائج. الغريب بقى والاغرب ان اللي اتعود يلعب الصبح و... ونفسه يلعب بالليل، الاداء بتاعه فضل زي ما هو. لكن اللي اتعود يلعب بالليل ولعب الصبح، ده اللي اداؤه قل بنسبه 50%، لحد ما جسمه اتاقلم لبعد 3 شهور. ايه ده بيحصل؟ الصبح الجسم بيعاني من حاجه اسمها العجز العصبي العضلي، وده بيبقى مش شغال باعلى كفاءه عندي. تاني حاجه، درجه حراره الجسم بتكون الصبح بتكون اوطى، محتاجه تسخين اكتر. تالت حاجه، مخزن الجلايكوجين عندي بيكون فاضي، وده بيبقى زيرو طاقه. بالليل بقى، بالليل بيديني العكس، الجسم متغذي من اول اليوم لحد ما باجي اتمرن، وبيبقى الاداء فيه اعلى. طب الخلاصه من كل ده، لو هدفك زياده الكتله العضليه اتمرن بالليل. طب لو هدفك تحرق الدهون اللي هي مستعصيه، الصبح ممكن يفيدك، بس لازم عجز سعرات. عندك شغل بيتعبك جدا طول اليوم، اتمرن الصبح. ليه؟ ان هو انسب ليك علشان ما تخشش تمرينه وانت مرهق. بتلعب رياضه، او بتلعب مثلا ماتش، او بتلعب سباق، او اي تمرين من دول، خلي تمرينك في نفس الوقت. وفي الاخر اللي انا عايز اوصله لك ان مفيش وقت سحر للتمرين. الاهم انك تختار وقت يناسب يومك وتقدر تلتزم بيه على طول. جسمك هيتأقلم خطوة ورا خطوة. النتيجة مع الاستمرارية هيديك نتائج أفضل. وانتظروني في فيديو جديد.